السلام عليكم ورحمة الله. من الأول السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل فطير مشلتت. جايبه 2 كيلو دقيق، عايزين نعمل لهم فطير مشلتت، بس قلت اعمل لكم برده في الاجواء عند الفرن والكلام ده، ما رضيتش اعمل جوه يعني. فمعانا 2 كيلو دي، بس الدبان هيزودنا شكله كده. عايزاكم قبل اي حاجه نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات وتقولوا لي تتابعوني منين. معانا 2 كيلو دقيق هنفضيهم، وحاطه الفطير ما بيتعجنش غير بميه وملح. الميه معايا دافيه وحاطه فيها الملح جاهز. هنعجن الفطير ونسيبه يرتاح. معانا ال2 كيلو دقيق ومعانا الميه عليها الملح، وهنعجن بقى ايه. انا بحب احط الميه الكميه مره واحده، مش بحب احطها على مراحل. ال2 كيلو دقيق هياخدوا معانا كيلو ميه. هنسمي بالله كده ونعجن. سامعين صوت العصافير يا ولاد؟ بحط الميه بتاعتي مره واحده وخلاص على كده. اهم حاجه في الفطير انه يتعجن كويس. بصوا هنكور الفطير بتاعنا. بصوا العجين، بصوا ملمسه اسفنج. هنكورهم بقى 3 كور، بقسمها كده براحتي، واقوم جايباها طالعه بكوره اهو، بس كده. بصوا يا ولاد بتعمل بلالين ازاي. تعرفوا ان العجينه بتاعتكم ناجحه لما تلاقوها بتعمل بلالين كده كده على 3. بصوا العجينه عامله ازاي، منفخه بلالين اصلا، يعني ما شاء الله تقولوا ده فطير. فقسمتها خلاص اهو على 3 فطاير، بس هغرقها بالزيت كده واسيبها بقى ساعتين ترتاح اهو. بصوا العجينه عامله ازاي، والله بلالين. بحب ازود زيت عشان وشها يبقى طري ما ينشفش. واجيب اكياس بقى مطبخ واغطيها بيه واسيبها ترتاح بقى يا جماعه. دي طريقه الفطير الصح. ميه وملح ودقيق. ال2 كيلو دقيق عليهم كيلو ميه، عليهم معلقه ملح، وكوروا ال2 كيلو دقيق على 3 فطاير زي ما انتم شايفين كده. انا بقسمهم بالظبط 3 فطاير، وبركنهم بقى على جنب ساعه ساعتين يرتاحوا خالص، تبقى العجينه زي الملبن في ايدينا، وبعد كده نشتغل فيه. خلاص سيبنا الفطير يرتاح ما شاء الله اهو. هنفرده بقى. يا ولاد عملت فطيرتين قشطه كمان بعد ما طلعوا، غير القشطه اللي انا حطاها عليهم قبل. يعني دي قشطه اللي انا حطاها، عملت قشطه قبل وبعد، والفطير طلع ما شاء الله. عايزه اقول لكم الصوت تحفه. شايف سامعين الصوت؟ ومورق وحاجه من فوق ومن تحت. استنوا شوفوا الفطيره من تحت زي من فوق. قشطه يا ولاد مخرفش وحاجه حكايه.